السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، وتاكلوا اللحمة بألف هنا يا رب. وحبيت النهاردة اشارك معاكم شوية افكار لاكلات العيد. اول فكرة هي قدامنا محشي مشكل وممبار، واللحمة طبعا الاساسية بتاعتنا المسلوقة، والملوخية الخضراء، والرز الابيض الجميل بتاع الفتة، والصلصة كمان بتاعة الفتة. بس انا مش هعمل معاكم الفتة في الفيديو ده. لكن بقى حبيت اعرض لكم الصورة كلها علشان ايه برضو تبقى فكرة قدامكم لو حابين تعملوا منها اي حاجة. اول حاجة هخش على التجهيزات والتحضيرات اللي ما ينفعش يعني استغنى عنها في الاكلات دي، تنفعني في الاكلات دي وطول السنة. اول حاجة معايا كيلو وربع من الفلفل اللي هو الاسباني ده، والفلفل ده كان ب20 جنيه، وحلو جدا يا جماعة، ما تستغنيش عنه في اكلك في اي تسبيكة، للمحشي، المكرونة، اي حاجة، اي لممبار، لاي حاجة. تحفة 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 يعني. اخدته كده، حاولت قدر المستطاع اشيل الجزء الاكبر من البذر بتاعه لاني مش بحبه خالص يجي في بقي. ومسكت الفلفل ده دخلته يلا على الكبه بعد ما قطعته شويه، وعليه 4 معالق كبار من الملح مليانين، وفرمته، وبعدين عبيته في برطمان اهو متعقم ونضيف وكل حاجه. وياريت يكون ازاز علشان هو بيدي لون. لو البرطمان بتاعك بلاستيك هيخلي لونه احمر، مش هيطلع منه. خلاص ده بقى جاهز معايا، ويلا على الفريزر. التجهيز اللي بعده الخضرة المشكلة، شبت، بقدونس، كزبرة، وكمان معايا ملوخية خضراء. اتغسلوا كويس وتنضفوا، والملوخية اتقطفت وتصفت، حطيتهم في المصفى كده هما الاتنين. وهبدأ ايه امسك الخضرة بتاعتي على البلانشة واخرطها. طبعا لو بتستسهلي الكبة مفيش مشكلة خالص، افرميها في الكبه مفيش مشكله، بس انا بحب اعملها بالسكينه. يعني اكلات العيد بتبقى سبيشيال شويه، بتعب عليها اكتر من الاكلات بتاعه الايام العاديه. عايزه احافظ على اللون الاخضر، سكينه الكبه بتغمق الخضره نوعا ما يعني. ف تعبت وعملت مجهود، بس ان شاء الله النتيجه تستاهل يعني. حطيت بقى الخضره بتاعتي بعد ما خلصتها في قلب كيس، وهطلع منه الهواء خالص واربطه كويس جدا واحطه في الفريزر. هيبقى جاهز بمجرد ما هبدأ اعمل الاكل، هروح مطلعه بقى ايه الحاجة بتاعتي اللي انا جهزتها دي. ف انت اولا بتروحي السوق، بعد كده بقى بتبدأي تجهزي. الملوخية حضرت لها 3 فصوص من الثوم وقرن فلفل اخضر، وخدتها بقى ايه بالمخرطة كده على قديمه زي ما بيقولوا. الملوخية في الكبة كويسة، الملوخية في الخلاط ماشي حالها، ولكن انا عشان اكل ملوخية بجد واتبسط كده وعارفين تعشش في دماغي، لا هي بالمخرطة. خرطتها. وبعدين معايا كوباية من الشوربة، كوباية الشوربة دي بردت تماما، حطيت فيها رشة من الكربوناتو عشان احافظ على لون الملوخية، وهدوب فيها الملوخية دي، وهبدأ ان انا اشيلها في كيس احطها برضو في الفريزر. وقت الاستعمال هطلعها على طول على شوربة مغلية وهي مجمدة، تفك بقى مع نفسها في قلب الشوربة المغلية. وبتقلبيها بالمضرب كده بحيث ان هي ايه متبقاش فيها اي تكتلات، تخرجي الهواء تماما وسويها بططيها، ما تخليهاش كتلة علشان لما تيجي تفك معاكي تبقى سهلة. هتني الكيس ده نصين، بحيث ان انا ممكن اخد نص جزء واحد يعني نص الكمية، وممكن اخدها كلها على حسب بقى وقت الايه الاستخدام. انا طبعا مش هصور معاكم بقى اللحمه اللي سلقتها ولا الملوخيه في الطشه بتاعتها، لاني عملتها كذا مره ومش عايزه وقت الفيديو يبقى طويل قوي. ولكن حبيت اعرض الصوره كامله بحيث ان تاخدوا منها افكار. يلا على التسبيكه بتاعتي كميه حلوه كده من الزيت والبصل، هديله لون بس اصفر سيكه صغيره. والطماطم بتاعتي ضرباها مع فلفل احمر، حطيت لها ملح وفلفل اسمر وشويه من ال7 بهارات وشويه من البابريكا، وسبتها تتسبك. حضرت بقى الخضره وبصل مفروم فرمته مع برضو فلفل احمر من البلدي الجميل بتاعنا ده، وشويه من الخضره، ومعلقه كبيره من الثوم، والرز بتاعي، وطماطم مكعبات، وشويه من التسبيكه، ونص كوبايه من الزيت. دي ضروري جدا عشان الرز يبقى مستوي كويس ومفلفل جوه الممبار وكمان بيلمع.
ويتحشي معاكي بمنتهى السهولة. مهم جدا انك ما تكبسيش الصباع بتاع الممبار وانتي بتحشيه، ما تخليهوش مليان قوي ومقلبص كده في ايديكي، لا بططيه، سيبي الاطراف فاضيه من الناحيتين. يعني بتحطي مثلا تلت صباع الممبار كده والتلتين فاضيين، بتمسكي التلت اللي حطيتيه ده توزعيه على الصباع كله، والزياده هينزل منك. تخلي الطرفين فاضيين زي ما قلنا، و تكوني محضره حله ميه كده على البوتاجاز وانت بتحشي، لان حشو الممبار سهل جدا وسريع ما بياخدش وقت. فيها بصلايه، فيها لورا، وفيها شويه فلفل اسمر. اول ما بتسقطي الممبار ويشم الحراره كده بيقفل الاطراف بتاعته، بتضم على بعضها، فما بينزلش الرز بتاعه. بياخد قد ايه على البوتاجاز؟ بياخد ساعه، ممكن ياخد ساعه و5 دقايق، انت بتختبريه بعد ساعه. لو لقيتيه تمام ما بيشدش معاكي خلاص اطفي، لو لقيتيه لسه سيكه سيبيه 5 دقايق. وعلى فكره هو في التحمير برضو بيعتبر جزء من التسويه، يعني التحمير بتاعه جزء من تسويته. بتسيبيه يتصفى بقى قبل التحمير. يلا على الاكله اللي بعدها. ما شاء الله كانت مش قادره اقول لكم روعه قد ايه. هتجربوها ان شاء الله ويا رب تعجبكم. معايا كميه من اللحمه اللي متوفره قدامك، اللي موجوده معاكي. ما تربطيش نفسك بمقدار معين. اللحمه بتاعتي دي فيها حاجه بسيطه خالص من الدهون، حاجه بسيطه تديها تطعيمه كده. همسك اللحمه، لو هي كبيره قطعه كبيره هقطعها على 3، لو هي قطعه متوسطه بقسمها 2. تقطيعه اللحمه دي مهمه جدا، لانها اولا بتخلي كل قطعه تشرب الصوص فالطعم يكون احلى واحلى. ثانيا بتستوي اسرع، فالتقطيع ده مهم جدا. كمان شكلها بيكون اشيك في الطاجن. هحط بقى ايه وok سخنه جدا فيها شويه من الزيت على سمنه. هنزل باللحمه بتاعتي تاخد صدمه كده، ومعاها 3-4 فصوص من الحبهان وكام ورقه من اللورة. اشوح فيها لحد لما تعمل كرمله جميله كده ولون ذهبي في قلب الوok. وبعد كده معايا بصلتين كبار مبشورين، ومعايا كام قرن فلفل رومي على حامي. هنزل بالخضار ده على اللحمه، هياخد بقى الكرمله اللي في قلب الوok، وهيشرب من طعم اللحمه، واللحمه هتشرب من البصل ده والفلفل، والنتيجه بصراحه بتكون روعه. هضيف ايه؟ هضيف فلفل اسمر وشويه كبابه صيني فقط لا غير. الاكله دي مش هتحب التوابل الكتير، والفلفل الاسمر والكبابه الصيني هتديني النتيجه اللي انا عايزاها. الكبابه يا جماعه بتدي ريحه خطيره في الاكل بالذات في اللحوم. طبعا معايا معلقه حلوه كده من هريسه الفلفل اللي احنا وضبناها سوا. زي ما قلت لكم هي عامل مشترك في كل الاكل، حطيها في اي اكل هتحليه تديكي نتيجه احلى. اللحمه بتاعتي ببدا اسقيها ميه كوبايه بكوبايه، ميه مغليه، بمجرد ما تشربها اديها واحده تانية لحد لما الاقي ان هي فاضل لها 10 دقايق على السوا. اروح ضايفه بقى الملح، وضفت معاها بطاطسايه واحده مكعبات وطماطمايه واحده كمان مكعبات. فقلنا بقى اللحمه دي تسميها او الاكله دي تسميها زي ما انت عايزه، هي لحمه بالخضار بتاعها تغميسه حلوه، مش محتاجه جنبها اي حاجه غير مثلا طبق مكرونه او طبق رز معمر او طبق رز بشعريه او شويه بطاطس. لا هي فيها البطاطس بتاعتها، فمش محتاجة حاجة يعني ايه اكل كتير جنبها. ممكن تعملها في حماية وكده. كانت روعة، حطيتها في الفرن 10 دقايق بس تتشمع وطلعت زي ما انتوا شايفين. يلا اللي بعده الحواوشي الخطير. نص كيلو من البصل، معايا فلفل رومي او حامي براحتك، معايا طماطمية واحدة صغيرة، لو هي كبيرة خدي نص الطماطمية، ومعايا معلقة صغيرة من الثوم، وكمان معايا معلقة من هريسة الفلفل. نص كيلو اللحمه ده فيه دهون قد ايه؟ فيه 100 جرام دهون، يا اما ليا يا اما دهن براحتك. خدي بقى الخضار ده اضربيه في الكبه وضيفيه على اللحمه. البهارات اللي حطيتها كانت ايه؟ ملح وفلفل اسمر و7 بهارات، توم باودر وبصل باودر، وكمان نص معلقه من البيكنج باودر. ضربت ده كله في الكبه، وحتى الدهون اللي اتجمعت على الجناب بتاعه الكبه لميتها بالمعلقه. الخليط بتاعي بقى ناعم كده وجميل وكله متجانس مع بعضه، بحيث ان الولاد ما تقعدش تشيل البصل وتشيل الفلفل، لانه ايه بيقعدوا ينقوا الحاجه كده من قلب الساندوتش. انا بحب اعمل الخطوه دي.
بكور اللحمة بتاعتي بحيث ان انا اعرف اظبط المقدار بتاع اللحمة اللي في كل رغيف، وكمان اعرف انا محتاجة كام رغيف. هبدأ ان انا احط في كل رغيف الكرة بتاعت اللحمة بتاعته وافردها. هحاول اجيب لكم الفرد بطريقة اوضح شوية دلوقتي عشان انا اللي كنت ماسكة الموبايل. اهي بنوزعها كويس جدا جدا ونفردها حلو كده في كل الجناب بتاعه الساندوتش كده معاكي. وخدي بالك ان هي هتكش بس مش قوي لان احنا حاطين بيكنج باودر. اهم حاجه بقى دلوقتي لازم يكون معانا زيت. لازم الرغيف يشرب زيت كده من الوش اللي فوق ومن الظهر بتاعه بحيث انه ما يبقاش مجلد. لو انت ما حطيتيش زيت واكتفيتي بالدهون اللي جوه الحواوشي خدي بالك العيش هيجلد معاكي، لكن لما تديله الزيت ده هيتحمر وهيقرمش، هيبقى طري كده من النص والحروف بتاعته مقرمشه ولونه احمر وجميل. الجريل بتاعتي بقى سخنه، سويت جزء على الجريل وجزء في الفرن. الصاج حطيته في الفرن والباقي سويته من فوق. بصوا بقى اللحمه مفروده، كشت حاجه بسيطه خالص من على الاطراف. دي كانت كل الاكلات بتاعتنا اللي هنفرح بيها وناكلها بألف هنا في العيد. في حاجات تانية بقى لسه في رقاق وحاجات تانية بس ايه مش هينفع اعملها معاكم في الفيديو ده. اتمنى تكونوا اتبسطتوا، واتمنى تكونوا اخدتوا اي فكرة، واتمنى تكونوا استفدتوا. كل سنة وانتوا طيبين وبالعيد كده مبسوطين ومتهنيين، والسلام عليكم.